عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم بعض التشكيلات ديال الحلوى اللي حضرت سابقا على شكل طلبيات، كانوا مفرقين. غادي تلقاو في الفيديو هذا الصبلي اللي غادي نديرو بالكراميل مع طريقه ديال التحضير ديال صلصه الكراميل الرائعه بزاف. تنصحكم انكم تعتمدوا على انها فعلا كتستحق انها تولي من الوصفات المعتمده عندكم، لانها كتعطي مذاق هائل بزاف للصابلي. مع طريقتي في التحضير الغريبه ديال البهله اللي هي طريقه جد مميزه، ما فيهاش كميه كثيره من الخميره اللي كتخلي البهله ديالتنا كطغى عليها المذاق ديال المروره وكتخلي المروره في الحلق وما كنحسوش بالمكونات اللي درنا، خصوصا الا درنا فيها اللوز او مكونات مزيانين. مع كذلك واحد الغريبه اللي غادي نديروها بالكلاصي، هذه ما كتحتاجش للطاوه، كتجي حتى هي مشققه وكتذوب في الفم وكذلك مقرمشه في نفس الوقت. مع طريقتي في التحضير الصبلي السريع اللي رائع بزاف، ما كيحتاجش لا يبات ولا كذلك يبات في الثلاجه ولا كذلك يرتاح مباشره ملي تنعجنو تنخدمو، ما كيديفورماش ورائع بزاف، كيجي حتى هو هشيش ومقرمش في نفس الوقت وسهل في التحضير. وبطبيعه الحال ضروري من الفقاص. هاد المره في هذا الفيديو غادي تلقاو فقاص جويف اللي غادي نديرو على شكل دائري اللي غادي تلقاوه في هذا البلاطو. يعني الفقاص شي حاجه ضروريه وكذلك مطلوبه بزاف. نتمنى ان هذه الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو وصلوا لاكبر عدد من اللايكات، كذلك شجعوني بالتعليقات ديالكم ولو انكم تعلقوا غير بشيء موجي باش الفيديو يطلع ويقترحوا اليوتيوب ويتشاف وفرجه ممتعه. صافي، فغادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، يا اما تكون النوعيه عاديه يا اما تكون ديال البوطه، لانني هنايا غادي ندير هاد الصابلي ما غاديش يكون فيه البيض وما غاديش يكون فيه الزيت. بالنسبه لهاد العجينه كنعتمدها بزاف فاش كتكون عندي الخدمه مزروبه، ما تيكونش عندي الوقت نهائيا باش نصايب العجينه الاخرى لان كتاخذ شويه الوقت. هنايا اول حاجه درتها كما قلت 250 غرام ديال الزبده، واحد رشيشه د الفاني، رشيشه ديال الملحه، و100 غرام ديال السكر يا اما يكون كلاصي سبيسيال يا اما تاخذوا سنيده طحنوها مزيان مزيان حتى طحن وتغربلوها وتضيفوها، يعني ماشي اشكال. صافي بعد ما غادي نخلط الزبده، من الاحسن تكون بحراره المطبخ باش دغيا ندمج لكم مع السكر وما تبقى من المكونات. هنايا هاد العجينه راه ما فيهاش الخميره وما فيهاش بطبيعه الحال الزيت وما فيهاش البيض. صافي هنا بعد ما هنا عبرت 500 غرام ديال الدقيق، لكن دخلت ليا غير 420 غرام ديال الدقيق. المهم الدقيق ما تسرعوش وتضيفوه، بقاو ضيفوا شويه بشويه حتى تحصلوا على هاد العجينه. هاد العجينه يا اما توضعوها في الثلاجه ترتاح واحد غير 10 دقائق ما تفوتوهاش باش ما تقصحش لكم بزاف، يا اما تخدموها مباشره. انا خدمتها مباشره لان ما كانش عندي الوقت وكانت طلبيه مزروبه، فخديت العجينه ورقتها في بين جوج قطع د البلاستيك. ما تكونش السمك ديالها رقيق وما يكونش غليظ عاوتاني بزاف باش ما تجيناش الحبات الصابلي غليظه. ضروري ترشوا شويه ديال الدقيق من الفوق ديال العجينه وكذلك المرشم نديروه في الدقيق باش ما يلتصقش لينا. وهنا بعد ما شكلت العجينه ديالتي فعمرت هاد الطوا، مازال عندي شويه د العجينه غادي نعاود نشكلها لان هاد الطوا راه ما كاملاش كيلو، غير 800 غرام اللي فيها. غادي ندخلو للفران يطيب وغادي ننتقل باش نعجن الغريبه راه فايت قسمتها معكم البنات اللي ما شافوهاش، راه فايت حطيتها حلقه مستقله. فهنايا درت في القصريه 125 غرام ديال الزبده اولا نص ربعه، مع 100 غرام ديال السكر اولا نص كاس ديال العنبه، مع كاس الا ربع اولا نص كاس وافي ديال الزيت اولا 120 مليلتر، رشيشه د الملحه وواحد الفاني. غادي نخلط هاد المكونات مزيان على هاد الشكل حتى غادي نحصل على واحد الخليط كريمي. دائما الا عندنا الطلبيه وكانت فيها الغريبه نخليو الغريبه هي الاخير، علاش؟ حيت هي ساهله ما كتاخذش وقت طويل، يعني نص ساعه راه كتكون موجوده. وحتى بديك الطريقه يعني كنسبقوا الحاجه اللي كتكون شويه كتشد الوقت وكنكونوا مرتاحين حتى في الخدمه ديالتنا. هنا صافي بعد ما خلطت هاد المكونات حتى نسجمو ضفت الزنجلان عندي 100 غرام اولا كاس ونص يكون مصهد ومطحون. ضفت واحد الملعقه ديال دقيق محمر، هذه اختياريه، الا بغيتو ديروها ديروها الا ما بغيتوش فممكن تستغنوا عليها.
باش تجي الغريبة محمرة، وضفت واحد الخمارة من فئة 7 غرام، والدقيق شوية بشوية. من الأحسن أنا ضفتو دقة وحدة، فعليها جاتني شوية العجينة متماسكة. هاد العجينة ما كتبغيش أنها تجي شوية متماسكة، كتبغي تكون شوية مرخوفة، ماشي بحال ديال البهلة اللي كتكون كتفتت. المهم هنايا غادي نعجن هاد العجينة بهاد الشكل وغادي نجمعها. فأنا في هاد المرحلة راه درت الصابلي كيطيب، والصابلي بطبيعة الحال كيطيب على عافية مهيلة بزاف حتى غادي تحمر، لأن هاد الصابلي بغيتو أنه يكون محمر. يعني هاد المرحلة راه كافية أنني نعجن يعني غير عجنت الغريبة شكلتها بما طاب ليا الصابلي. صافي هنايا العجينة ديالتي بعد ما جمعتها هذا هو الشكل ديالها، يعني ما خصهاش تكون كتفتت، خصها تكون مجموعة بهذا الشكل، وتكون بطبيعة الحال رطبة، وملي كنشكلوها راه ما كتكونش مشققة. غادي هنايا بالنسبة للدقيق دخلت ليا 300 غرام، حيت كنت عبرت 400 غرام في الأول. فغادي ناخد شوية ديال السكر كلاصي سبيسيال، أنا غربلتو. أنا درت غير ديال العبار، حيت كيتباع ديال العبار وكيتباع ديال الساشيات. بالنسبة للساشيات كنستعملو بزاف أنا في الغريبات اللي تتكونوا معلكين، كندير واحد النوعية سميتها روزانا، هي اللي كنستعمل بزاف. أما بالنسبة لهاد النوع من الغريبة أولا التفناد، فممكن ديرو غير ديال العبار، راه قاضي الغرض، غير غربلوه راه كيجي حتى هو زوين بزاف، وحتى الثمن ديالو تيكون ناقص شوية. هنا غادي نشكل الغريبة. الغريبة من الأحسن أنكم تعبروها باش يجيوكم مقادين. أنا درت 26 غرام، يعني المهم 26 ما تفوتوهاش. أنا بالنسبة ليا بالنسبة للبهلة كندير فيها 28، لأن باش تجيني قدها قد الطوا. هادي درتها شوية يعني ناقصة على ديال البهلة ب2 غرام، يعني درت فيها 26 غرام. صافي غادي بعد ما درت ليها السكر كلاصي وشكلتها بداك الشكل اللي شفتو، يعني تكون مقببه باش دغيا تشقق لينا. غادي ندخلها للفران. انا دخلته الفران بارد، يعني العافيه من فوق ومن تحت تكون مهيله بزاف باش ما تجي تشقق لينا من الفوق. ما حدها كتشقق من الفوق، راه حتى العافيه اللي كتكون من التحت كتعاونها، يعني ما حدها كطيب من التحت وهي كتزيد كتفكع. صافي بعد ما غادي طيب، يعني نخليوها حتى طيب. الا شافنا بانها تحمرت لينا من الفوق ومازال التحت مازال ما طيباش، نطفيو عليها من الفوق ونخليوها حتى تشد راسها بهذا الشكل. راه كتاخذ لينا تقريبا واحد ما بين 25 حتى 30 دقيقه. نخليوها حتى تبرد تماما بطبيعه الحال، عاد نوضعوها في الكرتونات. وبالنسبه ليا راه خرجت ليا 800 غرام، انا حاجتي غير بالنص كيلو. هنايا الصابلي بعد ما طاب هذا هو الشكل ديالو. انا بالنسبه ليا طيبته فوق السيلباط. السيلباط ماشي ضروريه، لكن الا غادي ديرو فوق الطاو مباشره ضروري تقبل الوسط، لانه كيتنفخ. هنايا علاش ما تنفخش؟ حيت السيلباط فيها تقيبات وكيكون الصابلي مهوي من التحت، علاش داكشي ما تنفخش من الوسط. لكن كما قلت الا درتوها فوق الطاوة عادية بلا سلبات ضروري تقبوها. هنا بالنسبة للغاناش اللي غادي ندير في الوسط غادي يكون غاناش اقتصادي. فهنايا غادي ندير نص يعني الكمية د الشكلاط غادي نديرو النصف ديالها ديال الناباج. خديت 75 غرام ديال الناباج، ذوبتو فوق النار حتى سخن. وهنايا غير بديك السخونية ديال الناباج غادي ندوبو الشكلاط بهذا الشكل. درت النوعية كالا، يعني بالنسبة لهاد الصابلي حسبت ليه 80 درهم حيت ما فيهش الخدمة بزاف، وكذلك كان اقتصادي. الا درتو الكناش بالشوكولا غيش او بالكريمه غادي تحسبوا ليه 90 درهم. صافي هنا غادي نعمر. غادي بالنسبه لهاد الكناش خليوه الاقتصادي زعما خليوه حتى غادي يبرد شويه باش ما يعذبكمش في الخدمه وما يسيحش لكم وما يخسرش لكم المنظر ديال الصابلي. عاد نوضعوه وغادي نزينو بهاد السكر اللي كيكون كريستاليزي. في المكونات عندي هنا كأس إلا ربع ديال الزنجلان يكون منقي ومصهد، يعني ما يكونش محمر. عندي هنا واحد 150 غرام ديال اللوز، اولا كأس عامر ديال اللوز مطحون محمر بالقشر ومطحون، يعني كيعطي مذاق لذيذ بزاف البهله. والا ما كانش غادي نعوضوه بكاوكاو. عندي كأس ديال السكر، كأس الا ربع ديال الزيت، عندي 460 غرام. هنايا راه عبرت غير بالكيسان، يعني 4 د الكيسان ونص عطاوني 465 غرام ديال الدقيق، مع نص كاس ديال الدقيق المحمر او بلا 50 غرام. هنايا غربلت الدقيق الفورس هو الاولاني، عاد الدقيق المحمر، عاد ضفت ليه واحد الملعقه ديال القرفه،
من بعد ضفت الزنجلان، ضفت كذلك اللوز، أولا ممكن تعوضيه بالكاوكاو. غادي نضيف كذلك الملحة، وعندي هنايا خمارة ونص يعني 12 غرام. غادي نخلط هاد المكونات الجافة هما الأولين. ممكن في هاد المرحلة أنكم تعاودوا تغربلوهم. عاد من بعد غادي نضيفو المواد الدهنية، أولا غادي نضيف الزبدة 125 غرام ديال الزبدة. عندي هنا كأس إلا ربع ديال السكر، عندي كذلك كأس إلا ربع ديال الزيت. فهنايا بالنسبة للزبدة غادي ديرو يا إما الزبدة العادية 125 غرام أولا نص ربعة، يا إما ديال البواطة. إلا كنتو غادي ديرو المارغرين فضروري أنكم تذوبوها. هنا غادي نخلط هاد المكونات. وبالنسبة للسكر من الأحسن يكون سنيدة، لأن سنيدة معروف عليها أنها يعني كتخلي الغريبة أنها كتزيد كتشققها، خصوصا إلا درنا كمية ماشي كتير. هاد الخميرة ما نكتروش منها، لأن إلا فوتنا 16 غرام في 500 غرام ديال الدقيق راه كتجينا كتخلي المرورة في الحلق يعني ما تيبقاوش تيبانو لينا المذاق ديال دوك المكونات اللي درنا، كنبقاو نحسو غير بالمرورة ديال الخميرة. يعني راه 12 غرام كافية. فقط تتبعوا غير هاد الطريقة راه غادي تلاحظوا بأن راه سر نجاح الغريبة البهلة ماشي هي الخميرة وإنما الطريقة ديال التحضير. هنا صافي بعد ما رملت كاملها. فإلا درتو الزبدة مذوبة راه ما غاديش تحتاجوا نهائيا لهاد المرحلة. هاد المرحلة هي اللي غادي تخلي لينا أن هاد الزبدة كاملها تلبس لينا بالدقيق اللي درنا. وهنايا لاحظتوا راه درنا دقيق محمر، يعني الدقيق المحمر راه معروف عليه انه كيتشرب هو ليدام. فلنفرض انكم ما درتوش دقيق محمر، فهاد المكونات اللي درنا راه كافيين، ما غادي تزيدوا مازال حتى حاجه. لكن بما اننا درنا دقيق محمر فالكميه ديال الزيت غادي نحتاجو كاس عامر، حيت انا في الاول درت غير كاس الا ربع. هنا غادي نقيسو دائما الغريبه ديالنا اولا العجين ديالنا ما بغاش يتجمع، فبطبيعه الحال غادي نزيدو شويه ديال الزيت. انا هنا زدت مازال ربع كاس راه كافي، يعني في المجموع غادي ديروا كاس عامر. المهم هنايا غادي ملي نضيفو الزيت نقيسو هاد العجينه ديالتنا واش كتكور. ملي كتكور صافي راه غادي نعرفو بانها راه خدات الكميه الكافيه من الزيت. لان في بعض الاحيان كاينين بعض الوصفات ممكن كنلقاو فيها جوج خمارات اولا كاع حتى ثلاثه. لكن في الاخير ما كتجيش الوصفه مشققه. علاش؟ لان المشكل ماشي في الخمارات وانما المشكل في القوام ديال العجينه ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، خصها تجمع لينا بهذا الشكل. الا تجمعات بهذا الشكل راه غادي نضمنوا بانها غادي تشقق لينا بكل سهوله في الفران. واخا ما تكونش كميه الخميره كثيره. وحتى الطاوة إلا كانت الطاوة حتى هي الطاوة د البهلة راه كتعاون بزاف أنها تخليها مشققة وتجي جميلة في المنظر ديالها. صافي هنايا مباشرة ما تحتاج ترتاح ما والو. لأن هنايا حيت فيها الدقيق المحمر، فإلا خليتها مثلا تزيد مازال ترتاح فغادي نلقى بأنها تشربت داك الزيت وخصني عاوتاني نزيد، وأنا ما بغيتش نكتر من الزيت فيها. يعني بغينا أنها تجي قد الزيت قد الزبدة اللي درنا. صافي هنايا خديت الطاوة ما دهنتهاش صراحة. ممكن انكم تدهنوا بشويه ديال الزيت الا كنتو خايفين انها تلتصق لكم، لكن بما ان البهله فيها كميه كثيره من الزيت والزبده فما تحتاجوش. المهم غير الا كنتو خايفين انها تلتصق لكم. فهنا غادي ناخذ العجين ديالي. هنا بالنسبه للقياس، القياس ما بين 27 28 غرام، ما تفوتوش 28 لان فيها الخميره باش ما تنتفخش وتلتصق لكم ويخسر لكم المنظر ديالها. صافي غادي نوضعها في هذه الطاوه ديالتي وغادي نعمرها. راه بالنسبه لهاد القوام اللي عجننا راه كتخرج لينا كيلو 150 غرام، يعني الا درتو هاد المكونات اللي درت بالضبط. هنا بعد ما غادي نعمر هاد الطاوة غادي نعمر كذلك الطاوة الثانية ما غاديش تكون عامرة كاملة. وبالنسبة لطريقة الطياب راه الطياب معروف على البهلة انها كطيب على عافية تكون من الفوق ومن التحت، اولا كتكون فقط من الفوق حتى تشقق عاد من التحت، ويكون الفران سخون. انا بالنسبه لي صراحه ما كنديرش هذه الطريقه لان عندي النوعيه ديال الفران ديالي الا جاب الله سخنته من قبل فغادي تشقق الغريبه، ماشي ما غادي تشقق ولكن غادي تخطف وغادي تجي جهه محروقه جهه مازال ما طيباش.
فعلى هاد الطريقة اللي كندير أنا كندخل الطاوة للفران يكون بارد ماشي مسخن، وكنشعل عليه من الفوق ومن التحت على عافية تكون مهيلة بزاف. يعني كتشقق ليا من الفوق بشوية عليها، بعد ما كتشقق من الداخل حيت الداخل تتكون فيها شوية الحرارة كتيرة، كنعاود نقلب الطاوة لديك الجهة الأخرى باش تعاود تشقق من الجهة الأخرى وتطيب، يعني كتشقق وفي نفس الوقت كطيب وكتاخد واحد اللون تيكون محمر مقاد، ماشي جهة محروقة جهة ما طيباش. إلا لاحظت بأن الفوق مثلا تحمر وطاب والتحت مازال، فكنطفي الفوق وكنخلي غير العافية من التحت حتى كتحمر من التحت. وملي نخرجوها تقريبا كتاخد 25 حتى 30 دقيقة على عافية تكون مهيلة بزاف. ملي نخرجوها نخليوها حتى تبرد تماما. الغريبة هاد البهلة راه معروف عليها ميمكنش انها تقاس وهي مازال سخونة لان غادي تشتت. ملي نخرجوها نخليوها تبرد تماما حتى تبرد عاد نحيدوها من الطاوة، راه كتحيد بكل سهولة وهذا هو الشكل ديالها. يعني هنايا السر هو ديال طريقة الطياب وكذلك القوام د العجينة. يعني ما تحاولوش تكتروا من الخميرة لأن للأسف الخميرة إلا جاب الله فوتنا كما قلت سابقا 16 غرام في 500 غرام ديال الدقيق، راه ما تنبقاوش نحسوا بالمذاق ديال دوك المكونات اللي درنا في الغريب. هاد البهلة ديالنا كنبقاو نحسوا غير بالمرورة ديال الخميرة كطغى على دوك النكهات، خصوصا إلا درنا مثلا اللوز ودرنا الزنجلان ودرنا كذلك القرفة ما تيبقاش الطعم ديالهم باين نهائيا. صافي هنا غادي نوريها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. وبالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو يبيعوها ف الا درتوها باللوز 80 درهم، الا درتوها بالكاوكاو 70. لا فغادي نحتاج في المكونات عندي هنايا زلافه ديال الدقيق يكون مغربل ويكون بطبيعه الحال من نوعيه جيده الخاصه بالحلويات اولا 250 غرام. 3 د الحبات ديال البيض من الاحسن يكون الحجم ديالهم كبير، انا عندي هنا غير متوسطين في الحجم. عندي واحد 40 غرام ديال المشماش اولا بالضبط 6 ديال الحبات ديال المشماش صغارين مقطعين مربعات. كأس إلا ربع ديال السكر كلاصي درت سبيسيال اولا 70 غرام، مع ربع كأس ديال الزيت اولا 40 غرام. عندي هنا واحد الخمارة ديال الحلوى من فئة 8 غرام. عندي كذلك واحد 40 غرام ديال الزنجلان اولا واحد 3 د المعالق كبارين عامرين. وعندي هنا 70 غرام ديال الكيوي مقطع و140 غرام ديال اللوز. فاني في الجبانه غادي نوضع البيض. بالنسبه لهاد العمليه ممكن ديروها في الخلاط، يعني تخلطوا فيه البيض مع الزيت مع السكر مع الملحه حتى غادي ينسجموا مزيان ونحصلوا على واحد الخليط كريمي. عاد نوضعوا داك الخليط في الجبانه ونضيفوا ليه المكونات الجافه. فإلا كان الوقت فلا بأس أننا نخلطو غير يعني في القصرية غادي يكون يعني غادي نوفر علينا بطبيعة الحال المعن يعني كترة المعن. أما إلا كنا زربانين أولا إلا كانت عندنا كمية كتيرة فدائما نستعنوا بالخلاط. هنايا ضفت إلا شفتو معايا ضفت الملحة واحد 2 رشيشات د الملحة وضفت السكر نقصتو شوية لأن هاد النوع من الفقاس ما تنبغيش يكون حلو بزاف، إضافة إننا فيه الفواكه المعسلين. هنا غادي نضيف الزيت بعد ما غادي نسجم السكر مع الملحة ومع البيض حتى غادي نحصل على خليط كريمي. عاد نبقى نضيف هاد المكونات شوية بشوية. أول حاجة غادي نبدا بها غادي نبدا بالزنجلان. الزنجلان هنايا راه ما محمرش. بالنسبة للمنسمات ممكن تضيفوا حتى الكوك، يعني كاينين وصفات فيهم الكوك. يعني بالنسبة لهاد الفقاس راه من الأنواع اللي فيه هو عالم بوحدو، يعني عالم قائم بحد ذاته فيه بزاف د الأنواع بزاف ديال النكهات بزاف يعني د الأشكال. فأنا بالنسبة لهاد الفواكه المعسين حيت هما كيلتصقوا أولا عفوا الفواكه الجافة فغادي نخلطهم مزيان بالدقيق عاد غادي نضيفهم. غادي نخلط اللوز من الأحسن ما تفزقوه ما والو، يعني بالنسبة لهاد النوع ديال الفقاس راه ما كيحتاج يتفزق ما والو. غادي نضيف الدقيق هنايا راه درتو دقة وحدة ودائما ما تسرعوش يعني واخا يكونوا مقادير مضبوطين لأن نوعية ديال الدقيق كتختلف وكذلك المكونات اللي كنستعملو كيختلفوا. هنايا راه غادي تلاحظوا معايا أنني فوت فيه شوية دقيق، يعني نورمالمون ما خصوش يدخل 250 غرام، يعني خصو يدخل غير 220 غرام هكاك.
لأن هنايا ما درتش بحساب السكر كلاصي، لأن استعملت هاد المرة سبيسيال يعني تيكون فيه، هو في الأصل تيكون فيه النشا، يعني ماشي بحال إلا استعملنا سنيدة، وممكن تستعملوا غير سنيدة تكون ديك النوعية اللي كتكون رقيقة. صافي هنا بعد ما خلطو راه دغيا يعني ما كتاخدش هاد العملية وقت طويل. هنا غادي نستعمل هاد المرة هاد القوالب، فدهنتهم بالزبدة تكون بوماد، يعني دهنتهم مزيان ونردو البال فاش ندهنوهم لأنهم تيكونوا حادين من الجناب. يعني راه تيكونوا حادين بحال الموس. يعني لا يقطعوا لكم صباعكم، اولا الا كانت عندكم الشيطه، يعني خصوصا شي شيطه تكون شويه طويله، من الاحسن انكم تدهنوا، يعني ما تدخلوش صباعكم نهائيا في هذا النوع من القوالب. ورشيتهم بالدقيق صافي، يعني عمرتهم، يعني ما نعمرهمش، يعني فقط حتى النصف، يعني ما فيهم الخميره وفيهم البيض، يعني مازال غادي يرتفعوا. وغادي نوضع عليهم الورق ديال الطبخ باش ما يلتصقش لينا، وغادي نوضع عليهم هاد الطوا. انا درت غير هاد القالب ديال الطوست، وفي الداخل ديالو غادي نوضع شي حاجه ثقيله، يعني غادي نوضع مازال يعني شي حاجه ثقيله من الداخل ديالو. فممكن حتى تعمروه بالماء، لكن يعني الا ما كانوش الا كان غير واحد الصف ديال هاد القوالب، من الاحسن ما ديروش الماء لا تحركوا الطاوه ويتكب لكم. الا كانوا جوج صفوفه، ففي بعض الاحيان ملي كنكون دايره هاد المقادير مدوبلين، فملي كيكونوا جوج صفوفه كنوضع عليه داك القالب وكنعمرو بالماء، يعني كيتقلع مزيان وكتشد حتى داك الشكل اللي كيكون مسطح. صافي غادي ندخلهم للفران. بعد ما غادي ندخلو للفران، الفران يكون بارد من قبل، غادي تكون العافيه فقط من التحت، تكون عافيه مهيله بزاف بحال الشمعه. راه تياخد وقت طويل شويه، يعني تياخد تقريبا ما بين ساعه حتى لساعه قل 10 دقائق هكاك، ولا يعني العافيه مهيله. ملي غادي دوز تقريبا 45 دقيقه غادي نقلبوه للجهه الاخرى، باش حتى إلا طلع داك العجين حتى اللفة ديال داك القالب، نقلبوه ويكمل الطياب ديالو من الجهة الأخرى. وملي نخرجوه غير دوك القوالب يبردو، نحيدوه ونخليوه يبات، من الأحسن يبات ليلة كاملة. وهاد النوع راه كيتقطع بهاد الموس، فهاد الموس راه كيتباع في المكاتب، وحتى اللي كيبيعوا الأدوات المدرسية، وحتى في بعض اللي كيبيعوا الأواني أولا الماعن، يعني راه كيقطعوا لكم بكل سهوله، ما كيتهرس ما والو. انا هنايا راه بدا تيتفتت ليا بزاف، لان كيما لاحظتوا راه فوت فيه الدقيق شويه، هو ما خصوش نفوتوا فيه الدقيق، الا ما فوتناهش فيه راه ما كيتشق، يعني ما كي هاد الفوتات ما غاديش يتفتت لكم نهائيا. صافي هنا بعد ما برد، يعني مثلا انا درتوه بالليل خليوه حتى للصباح وقطعوه، درتوه في النهار راه ممكن الا كنتو زربانين تدخلوه للمجمد غير يبرد تعاودوا تقطعوه وترجعوه للفران. الفران تكون عافية مهيلة بزاف، تكون من الفوق حتى يبدا بانه بدا كيتحمر، يعني ما نخليوهش حتى يتحمر بزاف. وهاد الفواكه بحال الكيوي يعني والمشماش يتغير اللون ديالهم، يعني يكون غير واحد اللون خفيف ونخرجهم، هذا هو الشكل ديالهم. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت راه كتخرج لي غير 500 غرام، وهنا راه تيكون هو خفيف في الميزان، عليها الثمن ديالو تيكون طالع وتيكون عامر بالمكسرات. يعني بالنسبه للثمن البيع تيكون ما بين 180 150، يعني كل منطقه والاثمنه اللي دايره، عفوا، وحتى حسب الأثمنة ديال المكسرات اللي استعملنا، سواء استعملنا اللوز بكثرة أولا استعملنا الكركاع، فعليها دائما نتوما راه الثمن تيبقى حسب المكونات اللي درتو. وهاد الكمية إلا ما تهرست لكم حتى شي قطعة راه غادي تخرج لكم 500 حتى ل 550 غرام في الميزان. يعني البنات اللي بغات كيلو غادي تدوبلو هاد المكونات، غادي ديروا جميع هاد المكونات مدوبلين مع البيض كذلك ومع الخمارة، يعني غادي تضربوهم في جوج. وبطبيعة الحال حتى هاد القوالب خصهم يكونوا عندكم بكثرة، ودابا راه متوفرين في الاسواق، وحتى الثمن ديالهم راه رخيص. انا كنت خديتهم فاش كان الثمن ديالهم شويه طالع، خديتهم ب6 دراهم الواحد. نتمنى ان هذه الحلقه تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى كذلك انكم تستفدوا. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله. في القصريه وضعت 150 غرام ديال الزبده مع 50 غرام ديال السكر. هنا درت سكر كلاصي سبيسيال، ممكن تاخذوا سنيده وطحنوها وتضيفوها. وغادي نحتاج كذلك ربع كاس ديال الزيت، اولا 5 د المعالق ديال الزيت ما يكونوش عامرين، 2 بيضات،
عندي هنا واحد 3 المعالق كبارين ديال الدقيق اللي تيكون محمر، اولا ممكن تعوضوه بالنيدو اولا الحليب المجفف محمر اولا الكوك محمر. يعني هاد الثلاثه هما اللي كيخليو ان الصابلي ديالنا كيجي منسم بواحد النسمه بعدا يعني رائعه بزاف. هنايا الا لاحظتوا راه ما درت حتى شي منسمات. ثانيا كيخليو اللون ديالو كيجي مذهب. فانا بعد ما خلطت الزبده مع السكر مع رشيش هاد الملحه، فغادي نضيف الزيت. هنايا راه الزبده خرجتها من الثلاجه مباشره للقصر، يعني دابا الحال بدا تيبرد، فمن الاحسن اننا نخرجوا شويه الزبده بمده باش دغيا تنسجم لينا. عاد غادي نضيف 2 بيضات. انا هنا عندي البيض اللي استعملت صغير في الحجم ديالو. صافي وغادي نخلط هذا الخليط حتى غادي نحصل على واحد الخليط كريمي. عاد غادي نضيف الخماره، حيت هنا درت الخماره يعني واحد الرشيشه د الخماره اولا تقريبا 2 غرام، مع الدقيق اللي كما قلت يكون محمر ومغربل ويكون بارد، يعني ضروري اننا نخليوه حتى يبرد تماما. عاد نضيفوه باش ما يذوبش لينا الزبده. عاد غادي نجمعو بالدقيق. الدقيق هنا غادي نحتاج 300 غرام. صافي دائما في هذه المرحله نجمعو غير بالطريقه بالاطراف د الاصابع حتى ما يبقاش العجين ديالنا يبقى يتلصق. فاني بالنسبه لهاد العجين راه ما كيخرجش كيلوغرام، يعني واخا نديرو نفينو بالشكلاط راه ما كيخرج كيلوغرام، كيخرج فقط 500 غرام. الا درنا فينيسيون بالشكلاط راه كيخرج لكم 600 غرام. انا هنا محتاجه غير 2 صفوفه في هذا البلاطو، فعليها درت هاد الكميه اللي قليله. صافي هنا غادي نبدا نضيف الدقيق كما كتشوفوا، نبقى هو الاول نحيد كاع دوك الزوايد اللي كاينين في القصريه، عاد نشوف واش مازال خاص هاد الدقيق. وفي الاخير راه كما قلت دخلت ليا 300 غرام. يكون القوام ديال العجين بهذا الشكل. غادي ندخلو للثلاجه وغادي نخليه يبرد واحد نص ساعه تقريبا. في هذه المرحله انا غادي نمشي نصايب الصلصه د الكراميل. بالنسبه للصلصه د الكراميل فراه كاينين بزاف ديال الوصفات، كاينين وصفات كتيره كتيره بزاف، وحتى انا راه جربت العديد منها في الوصفات الفايتين. هنا غادي ندير لكم كراميل بواحد الطريقه اخرى. فهنا في كاسرونه درت 160 غرام ديال السكر مع 60 غرام ديال الماء ودرتها فوق النار. هنا غادي نحتاج هاد الكريمه. هنا غادي نستعمل هاد الكريمه ديال الطبخ، غادي نحتاج فيها كذلك 160 غرام. هنايا الا ما كانتش هاد الكريمه ديال الطبخ ممكن ديروا اي كريمه عاديه كتستعملوها الخفق، يعني بحال هولالا او اي كريمه يعني كتستعملوها حتى هي، ولكن نسخنوها جانبا. انا هنايا بعد ما السكر بعد ما داب في داك الماء، يعني 160 غرام ديال السكر مع 60 غرام ديال الماء دابو، نخليوه حتى غادي يولي بحال الكراميل. هنايا في الاولى راه تيكون هاد الخليط سائل، من بعد كيبقى يدير دوك الفقاعات الكبارين وتيبدا يتكراميليزا لينا السكر. في هاد المرحله حنايا اللي غادي نتحكموا في اللون ديال الكراميل. بغينا يكون غامق شويه نخليوه مازال يذوب، بغينا الكراميل ديالنا يكون اللون ديالو فاتح، ففي هاد المرحله غادي نضيفوا الكريمه. ولكن الكريمه هنايا في هاد المرحله راه درتها فوق النار كتسخن على عافيه تكون مهيله باش ما تغلاش لينا، يعني غير توصل لدرجة يعني قبل ما تغلى نضيفوها فوق هاد الكراميل ديالنا. صافي هنا في هاد المرحلة غادي نخلط، وهنايا ضروري نبعدو يدينا اولا وجهنا، لان هاد الكراميل فاش كيتخلط السكر ملي كيذوب فاش كيتخلط مع الكريمه راه تيولي داك البخار تيكون حار بزاف باش ما يحرقش لينا وجهنا. صافي غادي نخلطو. هنايا هذا هو القوام ديالو. في هاد الصلصه ما كنحتاجوش الزبده نهائيا، وفي الاخير غادي نضيف واحد رشه د الملحه. صافي هنايا خارج النار غادي نخليه يبرد. انا هنا وضعته في هاد الزلافه. هنا راه مازال ما برد، ملي غادي يبرد غادي يولي صلصه غادي تكون ثقيله. غادي تشوفوها معايا فاش غادي نبغي نفيني الصابلي ديالي. صافي غادي نغطيها ونوضعها في الثلاجه. وقت ما احتاجيناها راه غادي نخرجها وناخذ منها الكميه اللي غادي نستعملو. راه كتجي لذيذه بزاف وعندها بزاف د الاستعمالات ماشي غير هاد الصابلي. فانا هنايا العجينه بعد ما ارتحت فغادي ناخذها غادي نبسطها بالطريقه العاديه المعتاده اللي دائما كنبسطو بها الصابلي بين 2 قطع د البلاستيك، ويكون شويه رقيق من الاحسن. وهنا غادي نوضعوه في هاد السيلباط.
اللي تتكون فيها الشبكة. صافي بعد ما غادي نوضعها، أنا درت غير جوج شكيلات، يعني الدائرة غادي نحشيه بالكراميل وندير ليه الشوكولاتة أرابيسك من الفوق، وهاد الشكل اللي اوفال راه غادي نعمرو غير بالكراميل فقط. صافي بعد ما غادي نعمرو، فغنعمر الطاوة ديالتي، غادي ندخلها للفران على عافية تكون مهيلة حتى غادي يطيب لينا الصابلي وغادي تحمر. ويعني من التحت عاد من بعد غادي نشعلو عليه من الفوق باش يتحمر كذلك من الفوق. وفي هاد المرحلة أنا هنايا خديت ديك الصلصة إلا لاحظتو راه كانت ثقيلة بزاف لأنها دابا باتت في الثلاجة، فأنا غادي نضيف ليها جوج قطع فقط ديال الشوكولاتة، يعني فقط اللي غادي نحتاج هنايا، ما غاديش نزيد، مازال أنا بغيتها غير تجيني شوية عقدة باش ما تسيحش ليا من الجناب ديال الصابلي. يعني ممكن ما تضيفوش كاع الشوكولات نهائيًا، بالنسبة لهاد الصلصة الكراميل راه ما كتحجرش نهائيًا. يعني ماشي بحال نيسلي كراميل إلا درناه في الصابلي. أولًا بعدا نيسلي كراميل كيفزقو لينا لأن فيه الما كتير، ثانيًا غير كيبات واحد يومين ولا 3 أيام كنلقاو بأنه تحجر أولا عفوًا تسكر، يعني نشف وبداو تيبانو لينا دوك الحبيبات ديال السكر. هاد النوع من الكراميل كيصبر. صافي أنا بعد ما خرجت الصابلي ديالي بعد ما كيما قلت طاب لينا، كياخد تقريبا 15 دقيقة ما نفوتوهاش، 10 دقايق تيطيب لينا غير من التحت، وديك 5 دقايق الاخراني راه كيطيب لينا من الفوق، على عافية تكون مهيلة بزاف باش ياخد هاد اللون اللي تيكون محمر خفيف. صافي أنا بعد ما خرجتو نخليوه حتى يبرد، عاد غادي نلصقو بالصلصة د الكراميل اللي صايبنا، يعني اللي تقلناها بداك الشكلاط، يعني باش تجينا متماسكة وما تخرجش لينا من الجناب واخا نكتروها. نتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفة د الصابلي، كيجي أكتر من رائع، لذيذ بزاف، ويعني وحتى هاد الصلصة كتجي هائلة بزاف. فبزاف د الأخوات خصوصًا اللي كيخدموا في الحلوى، ففي بعض الأحيان تتكون عندهم كمية كتيرة من الكريمة غير كتبقى يعني في التلاجة حتى كتضيع، سواء اللي تتكون ديال الطيابة ولا اللي تتكون يعني ديال الخفق. فعلاش لا ديما ملي تشط لينا الكريمة نديرو بها صلصة الكراميل ونحطوها في القرعة ديال الزاج ديال الكونفيتور، نحطوها في التلاجة وقت ما احتاجينها. راه كتجي هي لذيذة بزاف وبنينة على جميع التعليكات اللي ممكن أننا نستعملهم. وكاينين بعض الكليين راه ما بقاوش مازال تيبغيو النكهات نهائيًا، لأن كاين اللي كتسبب ليه الحساسية. فعليها هذه أنسب يعني حل باش أننا نخرجوا الصبلي ديالنا. أولًا كيجي بنين ومعلّق، وثانيًا ما فيه حتى شي نكهة. وهنايا في الأخير غادي نوصل حتى الأخير، يعني أنايا الصبلي الدائرة راه لصقت ليه هاد الشوكولاتة أرابيسك، وغادي نسد في الحلوة ديالتي في البلاطو. بالنسبة لهاد البلاطو فما كانش الوقت كافي باش نصورو، فصورت غير الفقاص جويف، وصورت هاد الصابلي. إن شاء الله في حلقات مقبلة ندير لكم هاد المكرون البلدي، وندير كذلك الكنافة وهاد الوصفات اللي شفتو معايا في البلاطو. فهاد البلاطو فيه 750 غرام ديال الحلوى د اللوز مع 250 غرام ديال الصابلي، يعني هاد جوج صابليات حسبتهم. يعني عبرتهم لقيت فيهم 250 غرام، وباقي الحلوى كاملة حسبتها بالثمن ديال اللوز لأنها فعلًا كاملة لوز، حتى الفقاس جويف فراه حتى هو عامر باللوز. وجمعت الثمن وزدت ليهم الثمن د البلاطو مع الثمن ديال الدونتيل، حسبت البلاطو 80 ريال أولا 4 دراهم، مع الدونتيل 10 ريال، والثمن ديال اللوز راه باين 130 درهم الكيلو، والصابلي راه باين بالنسبة لهاد النوع د الصابلي 90 درهم الكيلو لأن بالزبدة سبيسيال، وكذلك بالكراميل.